السلام عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاعنا اليوم. صحه فطوركم وش راكم وش راكم دايرين فيها؟ اليوم جيتكم بوصفه بزاف سهله وبنينه. كاين اللي ما تنجحلوش تجي هي يابسه، كاين كل واحد كيفاش، كاين اللي تفتح له في المقله. جيتكم بلي سيجار، وصفه جزائريه تقليديه من الحلويات اللي نحبهم بزاف في سهرات رمضان ولا في العراس ولا كمشروع تخدميه طلبيه ولا. اليوم جيتكم بالوصفه تاع لي سيجار تاع الديول تاع في المقله. ما تنساوش واش نديرو دوكا. روحي لتحت ديري جام، ديريها قبل ما تبقاي تفرجي، باسكو الا تفرجتي وما ما درتيهاش ما درنا والو. ديري جام، تحبي تبارطاجي الفيديو وديري اشتراك. هيا خياتي نجوزو مقادير وطريقه التحضير كي درتي كلش. عندي 3 كيلات تاع كاوكاو، انا كيما راكم تشوفوا الكاوكاو تاعي درت نتو محمص ومرحي. انا نرحيه رقيق، نحبو رقيق، تحبو متوسط. درت له هنا مغرف تاع ماكله تاع لافاني، باسكو انا عندي كونتيتي كبيره، ودرت مغرف كبيره تاع مارغارين بدرجه حراره الغرفه. المقادير هذو درت معاهم كيلة، قولوا قريب كيلة ولا كميه حلوة الترك، فتتوها مليح وديروها مع هذه المكونات اللي عطيتهم لكم باش ما تجيناش حلوه بزاف بزاف. الكيلة تاعي درتها ناقصه 3 صبعتين تاع سكر عادي. نخلط مليح هذا يعني عفوا نص كيلة تاع السكر، بس كان الكيلة اللي كنت نكيل بها نقصت منها 3 صبعتين، يعني نص كيلة تاع السكر. انا ما نحبهمش حلوين، تحبوا تزيدوا فوق الكيلة تاع السكر زيدوا. بعد خلطت المكونات هذوك ضفت عليهم الماء زهر، نطمهم بالماء زهر. روحوا غير بالعقل باش ما تهرب لكمش وتجيكم طريه بزاف، غير بالعقل غير بالعقل. شوفوا انا كيفاش نعجن هذاك السكر مع هذوك المقادير اللي درتهم. شوفوا الحشو تاعي طري ويتلايم. خلوه بجهه. من جهه واحده اخرى نستخدم انا في الطلبيات تاوعي ولا في الديول تاع العراس، ولا نستخدم هذا الديول ماشي بيبليسيتي ولا بصح بزاف هايلين ويمدوا نتيجه مليحه. ديول تاع العائله، مام في البوراك في دايما هكا في رمضان راني نستخدمهم هما. نقطع الحبه على 2، هي فيها 10 تسمى يولولك 20 اصحاب الطلبيات. هنا نجيب الحشو تاعي لا فاخس، ندير نفس الطريقه كيما نديروا الحشو تاع البوراك هكا، بصح شنو نديرو من الطرف للطرف. تحبي ديري له يعني واحد يكثر شويه الحشو، ماشي يكثر يدير في المعقول، يعني في القانون كيما يقولوا، باش كي تاكليها تجي فيها الحشو، ماشي تاكلي غير الديول جهه طالعه على جهه، يعني سقمي مليح ومن بعد غلقي وزيري. وهنا من جهه واحده اخرى درت الغراء الغذائي اللي هو شويه تاع فارينه مع شويه تاع ماء زهر باش نغلق بيهم. سقمي الحبه تاعك باش تجيب الطبع والشان والعين تاكل قبل الفم هكا خوياتي. ومن بعد نغلقها مليح هكا بهذيك الغراء الغذائي تاع الفارينه والماء زهر. كي تخلطيهم كي تشوفيه ثقال شويه زيدوا لي شويه تاع الماء زهر، راح تضمني بلي ما تفتحلكش كامل. نعاود لكم حبيبه هاي اللي كيفاش تغلقيها، زيري عليها سقميها مليح مليح. عمرك لا تزربي في الحاجه، واحد ما راه يجري موراك، اخدمي بعقلك باش تجيك الحاجه متحوفه وشابه. هنا نغلق الحبيبه تاعي. انا خدمتها في الليل، ويعني في الليل روح قول مول الفطور حتى للسحور وانا نخدم فيه، ومن بعد الصباح قليته وعسلته. هاولي كيما راكم تشوفوا انا هنايا درت 60 حبه. اللي حبت تفهم اي حاجه ولا المقادير ولا شحال ولا كيفاش ولا اي عفسه تخلي لي في التعليقات نرجع لها، ما كان حتى مشكل. وجدتهم غطيتهم بالبابي فيلم عفوا، وزدت غطيتهم بواحد الغلاق تاع البورطمونجي هذاك، عندها غلاق تاعها. غدوه من ذاك سخنت الزيت تاعي في مقله، درت الزيت سخنتها، حطيت لي سيجار تاوعي هما يبداو يحماروا، نقلبهم مدخلهمش يدوا هذاك اللون الاحمر بزاف حميمر هكا الله الله. ومن بعد قطرتهم من الزيت ودخلتهم مباشره في العسل، عسلتهم كيما راكم تشوفوا هكا، خليتهم شويه في العسل ومن بعد رفتهم هكا ودرتهم في الكسكاس يقطروا. بالجهه اللي منا ومنا كيما نقولوا حنا في ريصانهم منا ومنا، درت لهم شو بيستاش. نتوما تحبوا ديروا جلجلان كاوكاو بيستاج واش حبيتوا. من بعد نديرهم في لي كيسات هكذا، تحبوا تخلوهم هكذاك تحبوا تقدموهم هكا في لي كيسات. انا هنا السنيوه هذه درتها لجارتي طهرت وليدها
في النصفيه ان شاء الله. عقوبه زواج وعقوبه لوليداتكم ان شاء الله، ربي يفرحكم كامل بيهم يكبرهم في طاعتكم ان شاء الله. هاولي كيفاش جاجه بزاف بنين ويقر، مش شغل كيما ديك تاع البيبليسيتي يدير بش يقر مش جا الله والبنه ما نحكي لكمش بزاف بنين. قلت لكم تقدروا ديروه في سهرات رمضان، في العيد، في الاعراس راهم جايين ان شاء الله يا ربي. الى حشنا ان شاء الله جايين في العراس تقدري ديريهم. الحشو تاعك راني عطيت لك كيفاش يدير، وكنتوا شفتوا معايا الوصفه تاع السيجار بالديول، كنت قديم اللي عندي بزاف مده ملي درتو حبيت نعاوده لكم. وهكا شبحتو بهاد لي كيسات وربطتهم هكا في الوسط، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. وكي العاده والعوايد وصفات سيرين بنان هذا ما كان. ما تنساوش اللي تحب تتواصل معايا ولا اي عفسه ولا اي حاجه تحب تفهمها، انستغرام تاعي سيرين مطبخ شانو هما.